بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. مع بداية الشهر الكريم دايما بيبقى فيه أسئلة شهيرة هنحاول نجاوب عليها النهاردة، وخصوصا لمرضانا مرضى القلب. أول سؤال ومن أشهر الأسئلة: إيه الطريقة الصحيحة في الأكل في رمضان؟ لما نيجي نتكلم عن الشهر الفضيل مظلوم معانا. الصيام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا تصحوا. فإذا الصيام في حد ذاته مفيش مشكلة، ولكن الطرق الخاطئة في التغذية وطريقة الأكل هي اللي بتعرضنا لمشاكل في شهر الصوم. بداية في نقط لازم نبقى فاهمينها. احنا هنصوم up to 15-18 ساعة في اليوم، فلازم وانس ان احنا هنفطر نعوض كمية سوائل ما خدناهاش طول اليوم. يعني احنا المفروض اي انسان طبيعي بياخد up to 3 لتر تقريبا، فاحنا المفروض بين المغرب والفجر نبتدي نركز في شرب المية. مش بس المية، ممكن سوائل، عصاير، بس طبعا ما تبقاش فيها سكريات. ممكن ان احنا ناخد فواكه عصيرية. كل ده هيخلينا ناخد نسبة السوائل اللي احنا عايزينها طول فترة الفطار وتعوض جزء الصيام. الجزء الثاني اللي احنا لازم نفكر فيه ملية البطن. وانس فطرت بملى بطني على الآخر، لكن ده بيعرض مريض القلب المشكلة، لأن كل الدم بيندفع للمعدة، وطبعا احنا يهمنا هنا بشكل ضروري شرايين القلب، فما ينفعش نضخ الدم كله بعيد عنها. فإذا ممكن ناكل من 4 أو 5 مرات من المغرب للفجر، وكميات غير مشبعة أو غير ممتلئة، وده هيخلينا نتجنب الشعور بالوخم والتعب وحتى التنفس أو ضيق التنفس بعد وجبة مشبعة. ثالث حاجة مهمة قوي إن إحنا ما ناكلش المقليات أو الحاجات اللي فيها زيوت ودهون مهدرجة. نتجنب قدر المستطاع، واللحوم الحمراء يكفينا جدا يومين في الأسبوع، ونقدر نستبدل ده بأي لحوم بيضة سواء كانت فراخ أو سمك. والأسماك من أكتر الحاجات الصحية اللي لازم نبقى عارفين إنها وجبة رئيسية في رمضان، ممكن تبقى يومين أتليست في الأسبوع. بلس الحلويات، نستبعد الحلويات لأن إحنا بناخد السكر بتاعنا من الفواكه، ودي أكتر نصائح لو استعملناها واستخدمناها إن شاء الله هنتجنب كل الأضرار أثناء الشهر الفضيل. وكل سنة وانتم طيبين، واستنونا في مواضيع جديدة من خلال كلينيدو. شكراً.